السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، نخاطبكم اليوم عبر شاشة تلفزيون التركمان مستهلين بتهنئتكم بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعيده على شعبنا بالخير والسلام والأمان. وفي الوقت الذي كنا نرجو فيه أن يكون عيد الفطر والنيروز فرصة للتآخي والتلاحم، شهدنا اليوم عملاً مسيئاً ومستفزاً، حيث أقدموا مجموعة من أنصار إرهابيي حزب العمال الكردستاني في منطقة عين العرب على إنزال العلم السوري في سلوك يعكس عدواناً صريحاً على قيمنا الوطنية ومقدساتنا الرمزية. إننا في تلفزيون التركمان نعلن إدانتنا الشديدة لهذا الفعل المشين، ونؤكد أن العلم هو رمز الشرف والكرامة والتاريخ والهوية، والإساءة إليه هي إساءة إلى كل أبناء الوطن دون استثناء. ونشدد على أن مثل هذه الأفعال لن تزيدنا إلا تمسكا بوحدتنا وإصرارا على التماسك والتلاحم، فنحن أبناء وطن واحد يجمعنا المصير المشترك، ولن يستطيع أحد أن يمس بوحدتنا أو يفرق صفوفنا. ومن هنا نوجه رسالة واضحة: إن قوتنا في وحدتنا وعزتنا في تماسكنا، وسنبقى متمسكين بقيمنا ومدافعين عن كرامتنا مهما كانت التحديات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت التركمان هنا بنفسه، بكلمته، بهويته.